ازاي تقنع اللي قدامك في الشغل بسهوله؟ عمرك دخلت اجتماع وكنت متاكد ان فكرتك هايله بس محدش اقتنع بيها، او حسيت انك بتتكلم بس محدش سمعك؟ المشكله مش في فكرتك، المشكله في طريقه عرضها. مش بس الافكار اللي بتنجح، الطريقه اللي بتوصل بيها الفكره هي اللي بتحدد نجاحك. طيب ازاي تقنع اللي قدامك بسهوله؟ في 3 خطوات بسيطه لو طبقتها فرصتك في الاقناع هتزيد بشكل رهيب. اول حاجه لازم تفهم احتياج اللي قدامك. الناس مش بتقتنع بالفكره لمجرد انها عظيمه، تقتنع بيها لما تحل ليهم مشكله. وقبل ما تتكلم فكر ايه اللي يهم الشخص ده، ايه اللي ممكن يخليه يقول ايوه دي الحاجه اللي انا كنت مستنيها. لما تكلمه بلغته وتركز على اهتماماته هيبدا يسمعك فعلا. تاني حاجه استخدم قاعده ايه المشكله وايه الحل. ما تبداش كلامك بفكرتك على طول، الاول لازم توضح هي ايه المشكله، تخليه يحس بيها، وبعد كده تقدم فكرتك وكانها الحل المثالي. مثلا بدل ما تقول خلونا نطبق النظام الجديد في التيم، جرب تقول احنا كل يوم بنضيع ساعات كتير في ترتيب الملفات وده بيأخر الشغل. طب ايه رأيكم بقى لو في نظام يقدر يعمل ده في دقيقتين؟ وهنا انت خليت اللي قدامك يشوف الاحتياج بنفسه قبل ما تقول فكرتك. تالت حاجة استخدم الدليل والتجربة. مجرد الكلام مش كفاية، انت لازم تدعم فكرتك بحاجة مقنعة، زي مثلا مثال عملي، احصائية، تجربة حقيقية. مثلا لو بتقول فكرة جديدة احكي عن شركة جربتها ونجحت بيها، او اعرض رقم يثبت ان الحل بتاعك فعال. لما الناس تشوف دليل هتقتنع اسرع. جرب التكنيك ده في اول اجتماع ليك وهتشوف فرق رهيب. لو عايز تتعلم مهارات تانية تخليك اقوى في مهارات التواصل والاقناع، كورس السوفت سكيلز بتاعنا معمول مخصوص ليك واللي تقدر تحجزه دلوقتي من خلالنا. سجل دلوقتي قبل اكتمال الاعداد. سكسس أكاديمي، اتأهل انجح.